رسائل خربر سي إس لويس. بدأ الكاتب كتابه إنه وقعت في إيده مجموعة من الرسائل من خربر اللي ليه رتبة كبيرة في جيش إبليس، بيقدم فيها كل خبرته لعلقم شيطان مبتدئ. وبيقولك الكاتب ملحوظة قبل ما تقرأ الرسائل إنك تفتكر دايما إن إبليس كذاب، وإن كل مهمته يبعدك عن الله ووعوده. أول رسالة كتبها خربر: عزيزي علقم، عرفت إنك زعلان جدا لأن مريضك آمن بالمسيح. طبعا هيبقى ليك عقاب مش هتفلت منه، لكن المهم ركز إنك تبذل كل جهدك وبلاش يأس. فكتير عرفنا نستردهم من معسكر العدو في بداية إيمانهم. استغل الكنيسة نفسها، ومش بقصد الكنيسة اللي بنشوفها مرهبة كجيش بألوية، لأن الكنيسة دي مرعبة لأجرأ حد من جيشنا. لكن الحمد لإبليس إن المشهد ده مش بيشوفه الأدميين، فكل اللي هيشوفه مريضك مبنى هيدخله وياخد كتاب فيه تراتيل ويقعد في كرسي وهيبص حواليه، هيلاقي مجموعة من جيرانه اللي كان بيتجنبهم. خليه يسرح بذهنه في اللي يعرفه عنهم وعن لبسهم وشكلهم جوه الكنيسة، وزي مختلفين عن صورة المؤمنين اللي في ذهنه. املاه بالتشويش، وطبيعي خيبة الأمل والهبوط المفاجئ هيصيبه بعد الأسابيع الأولى في الكنيسة، لمجرد بس إنك هتخليه يركز على خطايا اللي حاضرين واللي هو عارفها كويس من شغله معاهم وسكنوا جنبهم. ابعدوا عن إنه يسمع كلام العدو في الكنيسة، أو إنه يتقابل مع مؤمنين حقيقيين من جيش العدو، لأن لو حصل ده هيتنقل من مرحلة الطفولة في الإيمان لخادم مؤثر ومثمر في جيش العدو. وافتكر، لو وصل مريضك للمرحلة دي هيبقى من المستحيل إننا نستعيده. إمضاء عمك خربر. تاني رسالة كتبها خربر: عزيزي علقم، علمت إن مريضك بيمر بمرحلة التموج، وهي سلسلة من حياة الانتصار والهزيمة، الحب والفتور، القمة والقاع، القوة والضعف، وعليك أن تستغل الأمر كويس. وما تفتكرش إن في وقت الفتور والهزيمة والضعف هيكون سهل عليك تبعده عن العدو، لأن العدو شكل في كتير من تبعيه الأقوياء في وقت ضعفهم، والعدو بيديهم حرية الإرادة، فإذا اختاروا يعبدوه ويطيعوا مشيئته بكامل إرادتهم حتى وهم فاقدين الشغف والرغبة، يبقى كده فلت من إيدك. ونصيحتي ليك، ابعد مريضك على إنه يختار يكمل مع العدو في وقت الفتور والضعف. املى ذهنه إن مشاعر الحماسة اللي ابتدى بيها إيمانه كان لازم تكمل الأبد، وإن حالة الفتور دي دليل على فشله في حياة الإيمان. وإذا كان مريضك من النوع المكتئب، جربوا باليأس وبعدوا عن المؤمنين اللي عندهم خبرة. أما إذا كان من النوع الأكثر أملاً، طمنوا إن كل حاجة بخير، وإن أيام إيمانه الأولى كانت مشاعره مبالغ فيها، وإن الفتور ده طبيعي، وإذا كمل في الفتور افرح، لأن هيبقى زيه زي اللي تبعنا، مفيش خوف منه. إمضاء عمك خربر. تالت رسالة لخربر: عزيزي علقم، أنا مبسوط لأن كل حاجة ماشية تبع الخطة، والأصحاب الجداد والشلة اللي تعرف عليهم مريضك كلهم تابعين لينا، وواضح إنه عرف إنهم مختلفين عنه وإن إيمانه مختلف عن آرائهم، لكن غروره الاجتماعي هيخليه يمثل بالنظرات والضحك إنه ينتمي ليهم، وده هيخليه يسكت وقت ما المفروض يتكلم ويضحك وقت ما المفروض يبقى ساكت. وتدريجيا هيعيش حياتين، في الكنيسة حياة ومع الشلة حياة. واقنعه إن من الشطارة إنه قادر يرضي كل الأطراف، وإنه إنسان متزن مش متعصب ولا متزمت. وابعد عنه تماما فكرة إنه بيخدع نفسه. إمضاء عمك خربر. رابع رسالة لخربر: عزيزي علقم، بعد التقدم اللي عملته مع مريضك أخاف إنه يحس بوضعه الحقيقي، وإنه بيمشي في اتجاه غلط عن اللي عايزه العدو يمشي فيه. أهم حاجة تخليه يفتكر إن اختياراته اللي بعدته مش بتأثر فيه. خليه محتفظ بالتدين الظاهري رغم خطورته، زي إنه بيروح الكنيسة وبيصلي صلوات مزيفة عبارة عن كلام بيردده على لسانه، وأبعد ما يكون عن عقله وقلبه. أهم حاجة في التدين الظاهري إنه بيبعد تفكيره عن تدهور حالته الروحية وعن التوبة. ونجاحك هيعتمد على إنك تبعد مريضك عن العدو أطول فترة ممكنة، لغاية ما تسرق أفضل سنين حياته وهو بيخدع نفسه واللي حواليه. إمضاء عمك خربر. خامس رسالة لخربر: عزيزي علقم، سألتني عن السحابة اللي كانت منعتك من مهاجمة مريضك امبارح. السحابة دي سلاح من أسلحة العدو، بتمنعنا من إن نقرب من البشر وبتعلن حضوره معاهم. وفي كتير بتحيط بيهم السحابة دي بشكل دائم، بيمنعنا إن احنا نقرب منهم. وأحب أنبهك لغلطاتك، إنك سبت المريض يقرأ في الكتاب المقدس، وده سبب السحابة اللي شفتها. دورك تشتته، خلي التليفون يرن وقت قرايته، أو فكره بشغل مهم، ماتش كورة،
مكالمة مهمة، أهم حاجة تشوشر عليه وتمنعه من كتاب العدو، لأن ده في خطر كبير على شغلنا معاه. إمضاء عمك خربر. وختم خربر رسايله: عزيزي علقم، عرفت بغضبك الشديد من العدو لأنه وضع حد لهجماتك على مريضك. أعلم جيدا إن العدو بيعمل كده دايما، وهيحط لك حدود مش هتقدر تتعداها. اعتاد الأمر واستغل كل فرصة متاحة ليك عشان تبعده عن الحياة المنتصرة. إذا كان نجح ينضم للعدو مرة، فخليه يبقى زيه زي اللي تبعنا، مهزوم حزين فاشل بيخدع نفسه واللي حواليه، وبكده مفيش خطر منه، لأنه لو عاش مشيئة العدو ليه هيبقى مريضك نفسه من جيش العدو، وهيحاربك وهيبقى خطر كبير على جيشنا، وهياخد من الناس اللي تبعنا ويضمهم للعدو. احذر يا علقم واسمع كلامي، أنا عمك خربر. الكتاب مليان بالتفاصيل لخطط إبليس في الحرب، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.